في قلب غزة المحاصرة وفي وسط الدمار والخراب طلع صوت شاب فلسطيني قرر ما يسكتش عن الحقيقة. صالح الجعفراوي الصحفي والناشط اللي استخدم الكاميرا علشان يخلي العالم يشوف وجه بلده. صالح من مواليد 1997 بدأ توثيق الأحداث من أول عدوان كبير على غزة، وكان دايما في قلب الحدث بيوثق بالصوت والصورة كل لحظة من لحظات المعاناة، كل تفجير وكل دمعة. لكن نقل الحقيقة دي ما كانش سهل أبدا. اتعرض صالح لحملات تشويه وحظر على منصات التواصل الاجتماعي بما فيها انستجرام، واللي قفل حسابه في مارس اللي فات. وكأن ده مش كفاية، كل شوية كانت بتطلع إشاعات عن استشهاده، لكنه بنفسه نفى ده وقال في فيديو ساخر: أنا استشهدت 10 مرات لحد دلوقتي بس لسه عايش وبكتب. صالح الجعفراوي هو مثال للشجاعة والإصرار، وهو شاهد حي على قوة الفلسطينيين في مواجهة الظلم. صوته وصوره حكت للعالم مش بس عن الدمار، لكن عن الإنسانية اللي ما بتموتش، وعن الأمل اللي رغم كل شيء لسه عايش جوه ناسها.